يا معلم، لا يا معلم، مش كل الايجنسيز والله. لا لا، ما تقولش كلام بقى يضايق بقى. لا، انت مختلف، انت مختلف. على الاقل انت بتعمل على الاقل انت بتعمل ريسيرش يا معلم. تخيل ان انت بتعمل ريسيرش. والله. لا لا لا، انت مش قصدي حاجه والله، مش قصدي. لا لا لا، خلاص ماشي. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ها. سبسكرايب، وانا اللي عامل الاستراتيجي مبدئيا. بالظبط. خلاص ماشي، سبسكرايب، لايك، فولو، ها. اوعى. سلام. كنت هتزعلوا الناس مني. مساء الفل، عاملين ايه؟ انا بجد سعيد، ماركتنج مانجر، كريتيف دايركتور، هيد اوف ديجيتال بشكل او باخر. تعال اتكلم معاك بسرعه سريعا كده عن يعني لو انت فاكر ان انت لما بتعين مثلا سوشيال ميديا مانجر عندك او سبيشالست ب 20 30 الف جنيه، او ان انت تجيب ايجنسي تنزل لك 3 4 بوستات في الاسبوع، يبقى انت كده عملت اللي عليك تجاه الماركتنج بتاعك. فانا جاي اصدمك وبقول لك غالبا بنسبه كبيره انت بترمي فلوسك في الارض. وتعالى افهمك ليه. الشركات اللي بتكبر بجد ما بتكونش الشركات اللي هي بتبص على اللايكس والريتش والامبريشنز، هي الشركات اللي عندها ماركتنج ايكو سيستم كامل من اول الموضوع لحد اخره. فالنهارده اكشف لك ليه السوشيال ميديا لوحدها هي اكبر مقلب اصحاب الايجنسيز بيشيله لك، وانت بتبقى سعيد جدا وانت بتدفع ثمن الفلوس دي. اول حاجه الايجنسي بتضحك عليك بيها هي ان الريتش والامبريشنز. بيقول لك احنا وصلنا لمليون واحد، حلو قوي. مليون واحد دول بقى اشتروا بكام؟ يعني لو انت البيزنس بتاعك ماشي وقائم على ان انت تظهر بشكل كبير، وان انت الناس تشوفك وتعرفك فقط لا غير، من غير ما نبتدي نحول الارقام دي لفلوس، ما فيش مشكله خالص، يبقى انت ماشي صح. لكن لو العكس، فكر في الموضوع كده واحسبها لي. الماركتنج الحقيقي بيبدا لما بنعمل برودكت ماركت فيت. ما هو البرودكت ماركت فيت؟ هو ان انت هل منتجك اصلا يعني الناس عايزاه؟ ده سؤال. الناس عايزاه؟ ناس محتاجاه ولا عايزاه؟ عشان برضو فرق ما بين السؤال ده والسؤال التاني كبير شويه. طيب سعره هل هو مناسب؟ سيلز فانل بتاعتك اخبارها ايه؟ جاهزه تستقبل الناس دي؟ يعني السي اس تيم اللي عندك مثلا، الهوت لاين، ارقام الموبايلات اللي محطوطه، الموبايلات مشحونه ولا اتصل بيك الاقي الموبايل دايما مقفول؟ السؤال ده برضو يعني تيك كير منه، عشان الموضوع ده مش بيبقى لذيذ، والاوحش ان هو لما يرن ومحدش يرد. فالسوشيال ميديا مجرد ميكروفون، بمسك المايك ببتدي ان انا اتكلم وبقول بصوت عالي يا جماعه انا عندي واحد اتنين تلاته. فلو اللي ماسك الميكروفون قال الكلام غلط، فما تستناش نتيجه تكون سليمه، لان دي هتكون فضيحه مش نجاح. طيب تاني مشكله الايجنسي بتتعامل معاها، البراندنج كان هو تمبلت. يعني ايه؟ يعني ممكن اخد نفس الخطه اللي عملتها للاف ام بي، هي اطبقها على الميديكال، هي على الهوسبيتاليتي، هي على الريل استيت، هي على الفinTech. هل ده منطقي؟ لا. ماركتنج مانجر الشاطر بقى بيعمل ايه؟ بيبني الاستراتيجي بتاعتك تبقى كاستم ميد. فالسوشيال ميديا هي لاير من ضمن لايرز كتيره للطبخه اللي حضرتك عايز ان انت تعملها. ففي حاجه اسمها كاستمر سايكولوجي. الكاستمر سايكولوجي دي هي الناس بتشتري ليه؟ إيه اللي بيخليهم يثقوا فيك؟ بس الايجنسي غالبا ما تسالكش الاسئله دي، فهم مسميين نفسهم ماركتيرز، لكن في الواقع هم جرافيك ديزاينرز على كونتنت كريترز اتلموا على بعض قالوا يلا بينا نفتح ايجنسي، طبعا الا من رحم ربي. طيب عشان تخرج من الفخ ده انت محتاج تركز على ثلاث حاجات. اول حاجه منهم هي الكور مسج بتاعت حضرتك. انت مين؟ بتقدم ايه؟ مختلف عن غيرك ازاي؟ يعني قبل ما تفتح الفيسبوك، حتى قبل ما يعني قبل ما تدفع اشتراك النت. اوكي. تاني حاجه الكاستمر جورني بتاعتك. الجورني بتاعتك دي العميل بيشوفك فين، هيروح فين، هيشتري ازاي. السوشيال ميديا هي طريقه، بس هي مش اول طريقه ومش اخر طريقه. بعد كده الداتا اوفر ايموشنز. في فتره كده كنت في كونفرنس كبير بدون ذكر اسماء، كنت بتكلم عن الايموشنال كونكشن بين الاودينس اند الكومبانيز، وازاي تقدر تبيلد الاثوريتي بتاعه الايموشنز، ازاي تخلي الكلاينت او الكاستمر بيفضلك عن غيرك او بيحبك. فتعال نفكر فيها، ان انت في واحد صاحبك انت بتفضل ان الشخص ده تكلمه تساله عن حاجه اكتر من حد تاني، وانت عارف، وانت عارف وخليك فاكر ده كويس، ان الشخص اللي انت بتكلمه ده مش اكسبرت في الحاجه دي، بس انت بتثق فيه. انا مش عارف انت بتثق فيه ليه، بس ماشي. طيب في الاخر، الماركتنج مش بوستات شكلها حلو، الماركتنج هو بيزنس بيجيب فلوس. صاحب الشركه ده اللي هو لو انت وانت حاسس انك تايه وسط ريبورتات كتير جدا، و... وبتراجع حاجتك، بتلاقي ان انت برضه ستيل ما بتبيعش. فانا عايزك تبدا تراجع اساسيات البيزنس بتاعك، يعني قبل ما تبتدي تزود ميزانيه الاعلانات، تعمل اب سكيل او داون سكيل او اني كايند اوف سكيل عموما.
لازم تراجع اساسياتك، لازم تبقى عارف الاستراتيجي الكبيره بتاعتك اخبارها ايه. فانا هدفي ان انا انقل لك كواليس التسويق اللي ما بيقولها لكش في اي حته، سواء كانت ايجنسي او غيرهم. لو نوع الكلام ده هيفيدك او بيفيدك او فادك، دوس لايك واعمل لي فولو علشان اللي جاي هيبقى ان دepth اكتر بكتير.